كيفكن اخواتي؟ للأسف هالمرة ما رح ضحككم مثل كل مرة. أنا اليوم وصلت 10,000 متابع الحمد لله. بس صدقا اجيت لأفرح أو لأنبسط بالشي اللي أنا عملته، أو اجيت لحس إني أنا مأنجز شي بكل هالظروف البشعة أو بكل هالإمكانيات القليلة. بس صدقا ما فيني. كيف بدي انبسط لما أشوف إنه كل يوم واحد من رفقاتي أو من قرايبيني أو من جيراني، أو بغض النظر شو بيعنيلي، كل يوم بشوفه عم ينقتل بطريقة أبشع من اللي قبله. كل يوم بشوفه عم ينقتل سبب هو ما اختاره. والمشكلة إنه السبب أبشع من القتل نفسه عن جد. بس الفكرة اللي بدي وصلها إنه نحن أولاد بلد وحدة. يمكن كتير عالم طلعت حكت هذا الحكي، أو هذا الحكي أنتوا بتعرفوه، بس ممكن تكون الرسالة توصل عن طريقي، وإن شاء الله. الفكرة إنه بس نحن أولاد بلد وحدة، وكلياتنا بس بدنا نعيش ونكون مع بعض ونبني وطن، لأنه صدقا نحن تعبنا وأنتوا تعبتوا وكلياتنا تعبنا من الشي اللي كنا عم نعيشه، وتعبنا من الفقر، وتعبنا من المقت، وتعبنا من قلة الحياة اللي ما اسمها حياة هي اللي عم نعيشها. فصار سقف أحلامنا بس إنه نعيش حياة كريمة، حياة متواضعة، حياة منطقية. ما يكون أكبر همومنا كيف بدنا نشتري أكل، كيف بدنا نعيش بأمان، كيف بدنا نسافر نتحرك بحرية. فهي كل الفكرة. بتمنى إنه تفهموني، وبتمنى تحسوا بالشي اللي عم احكيه، لأنه صدقا عن جد الموضوع كتير كتير بشع.